gratis toegang. السلام عليكم ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم نناقش فيها هذا المساء ظاهرة احتلال الملك العمومي. العديد من المدن والمناطق بالمملكة تشهد تصرفات وتشهد احتلال الفضاء العمومي من أرصفة وشوارع وغيرها التي كانت مخصصة أصلا ملكا مشتركا لعموم المواطنين، فإذا بفئات معينة تحتلها وتجعلها في ملكها. سنحاول التطرق لأبرز مظاهر هذا الاحتلال أو الاحتلالات، المسؤول أو المسؤوليات على عاتق من تقع في هذه الظاهرة، وخصوصا الحلول والمقاربات القمينة بحل هذه الإشكالية. قبل ذلك أفسح المجال للحسين الزيغ المكلف باستقبال أسئلتكم وتعليقاتكم على مضمون النقاش في البرنامج. تفضل سي حسين. شكرا سي جماعة، مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات اليوم في تواصل دائم مع البرنامج. حتى قبل ما نبداو الحلقة اليوم توصلنا بعدد كبير من الرسائل والاقتراحات من عند المشاهدين. بسرعة نذكر بوسائل التواصل والاتصال مع البرنامج. عندنا الرسائل النصية القصيرة، رسالة SMS على الرقم 1818، عنوان إلكتروني أو إيميل إلكتروني للبرنامج اللي هو مباشرة @2.ma، أو للتفاعل مع محاور النقاش من خلال فيسبوك وتويتر بالانترنت اللي فيهم صفحات خاصة بالبرنامج كما هو مبين أسفل الشاشة. في النهاية ما بقى لي إلا نقول لكم شاركونا، نحن في انتظار مشاركتكم. شكرا لك الحسين الزيغ. المشاهدين الكرام، سي احمد ابوه كاتب عام النقابه الوطنيه للتجار والحرفيين، مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا على الاستضافه. شكرا. سي ابوه، العديد من التجار متضررون من ظاهره احتلال الملك العمومي، العديد كذلك منهم متورط في هذه الاشكاليه. كيفاش ما كتشوفش بان هناك واحد المفارقه التي يجب حلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الضرر بالأساس راجع إلى البنية ديال الاقتصاد بصفة عامة، وبالخصوص تجارة القرب أو مصطلح عليه تجارة الداخلية، اللي أصبحت مع هذه الوضعية حرفة من لا حرفة له. وبالتالي التجارة القائمة القانونية تعيش في حصار دائم يومي اللي تخلي المنتسبون لهذه القطاعات في مأزق للدفاع عن القوت اليومي، عن المشروعية، عن الممارسة القانونية. أمام هذه الظاهرة اللي تفاقمت أصبح لابد من حل جذري ليس ترقيعي كما هو متعارف عليه في مناسبات عديدة، لأنها الظاهرة أصبحت تقلق العام، تقلق التاجر، تقلق ربما حتى الممارس لهذه الظاهرة، لأنها تعرف حالة شادة ونشيزة. نعم. سي حسن بوكدور عن جمعية إلغاء التنمية والتعاون بمكناس ورئيس جمعية الرياض الكبير، مرحبا بك وشكرا على الحضور من مكناس. يلا وصلتي هذه واحد الساعة تقريبا، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. سي بوكدور، السؤال الأولي، من المتضرر ولا أكبر متضرر في نظرك من هذه الظاهرة ديال احتلال الملك العمومي؟ إذن أكبر متضرر أو المتضرر الأول هو المواطن، ذاك المواطن اللي يعني أعطاه الحق أنه يمشي فوق الرصيف، واليوم كيشوف نفسه تحرم من استعمال الرصيف. الرصيف هو ذاك الشريط، التعريف ديالو هو ذاك الشريط الجانبي الوقائي، هو كيحمي المواطن. اليوم تمدات الأيادي نتاع الناس اللي كيشوفوا الربح وكيشوفوا مصالح شخصية، ويعني تم السطو على هذا الرصيف، يعني استرخصوا حتى أرواح الأبرياء. اليوم المواطن هو الأول اللي كيعاني من هذا المشكل، لأنه تحرم من حق من الحقوق ديالو واللي كيأدي عليها الضرائب، وهو الرصيف. ملي كنا صغار في المدارس كان كيتقال لنا سيروا فوق الرصيف، اليوم واش مازال كتقال ولا لا أتساءل. ولكن اليوم المتضرر الأول كما قلت والأخير وذلك المواطن الذي حرم من استعمال الرصيف، والرصيف مخصص للراجلين واحتلاله يعني يمنعه القانون. سي هاشم الهداجي كاتب فرع تجار السوق النموذجيه منصور بالدار البيضاء، مرحبا بك. بارك الله فيك، شكرا. واش انتم واعيين بانكم الفراشه الباعه المتجولين كتحتلوا واحد الفضاء عمومي او فقط تستغلونه؟ هو ليس احتلال، هو بل السماح بالتواجد بالملك العام في اطار المخالفه المستمره. وحنا كباعه متجولون حاليا
راه تم الاستفاده ديالنا من الاسواق النموذجيه. التجربه اللي كانت في عهد السيد دريج الطو في البرنامج الوطني لتثبيت الباعة المتجولين وهي تجربه فاشله في المغرب كامل، ولهذا تم السوق النموذجي في اطار تثبيت الباعة المتجولون. هذاك السوق اللي عباره عن سيستم بوانوار، حنا دخلنا لهذاك السوق، ولكن حنا 450 ديال الباعة المتجولين للسيد البرنوسي عطاونا واحد السوق اللي فيه 288 محل. هذاك 288 محل 80 واحد اعطوه محل واحد، وما تبقى دمجوهم جوج في محل، وكاين اقصاء الغير. والعمليه ديال الجرد كانت عمليه مبهمه قامت بها السلطه اللي ما خضعش لواحد المساطر وزاريه، لان كتعرفوا عمليه الجرد كتقوم بها السلطه وجهه من جهات العماله والممثلين ديال الباعه. السلطه هي الامير وهي الناهي، هي اللي خدت هذاك السوق عرفت لما تعطيه. وراك عارف الظاهره ديال الباعه المتجوله من اختصاص السلطه، واللي كيستافد منها الاول والاخر هما المقدمين والقياد. السيدة أو الآنسة كوثر المستغفر عن الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مرحبا بك. شكرا. واش ما كتشوفش بأن هذه الظاهرة اللي كنتكلموا عليها هذه الاحتلال الملك العمومي، التجارة اللي كتمارس يعني في أماكن اللي ما خصهاش تمارس فيها، كتدخل ربما في نطاق ما يسمى ولا طغيان الاقتصاد غير المهيكل على العديد من الأنشطة في الاقتصاد الوطني؟ بطبيعة الحال كيف ما كنعرفوا كاملين، ماشي غير في المغرب، في العالم كامل كاين القطاع المهيكل هو ولا كيخلق مشاكل عديده، مشاكل سوسيو اقتصاديه، مشاكل امنيه، مشاكل تنظيميه، اللي كيخلينا حنايا كمجتمع مدني والفاعلين الاخرين اللي مهتمين ومختصين بهذه الاشكاليه هذه، بحال هذه الاشكاليه كيخلينا نقلبوا على حلول جذريه للمشاكل والمسببات ديال هذا القطاع المهيكل. وبالتالي فاحنا الان امام ظاهره اللي تفشات وتفاقمت، واللي كتخلينا ضروري يكون عندنا تفكير جماعي احنا كمجتمع مدني مع السلطات، مع المنتخبين، مع كل من هو حتى مع كما تنقولوا لا سيبل، يعني الفئه المستهدفه. تكلمتي الانسه المستغفره وكذلك السي الهاشمي على السلطات. مع الاسف كان بودنا انه يكون معنا في البلاطو ممثل عن وزاره الداخليه، وكما كتشاهدوا الكرسي فارغ رغم الدعوه التي وجهت الى الوزاره، فامتنعت عن الحضور والمشاركه في هذا النقاش. قبل ما نواصل النقاش نقترح عليكم وعلى المشاهدين الكرام غنتبعوا واحد الروبورتاج ونجيزه من مدينه الدار البيضاء كيتناول هذه الظاهره ديال الباعه المتجولين، الباعه القارين الذين يحتلون ملكا عموميا. الروبورتاج من انجاز محمد الخضيري وطاقم روبورتاج. فينا السلطه المحليه معترفه بنا ان احنا كاينين. الا ما كانتش هاد البلاصه راه معدمين فين غنمشي، راه كندوق حتى كيعرفوك خصهم يعطيوك، خصهمش يقصيوك. لا توفيت انا راه الدري الكبير غيضطر يجي يخدم على خوتو. هذا شارع بحي البرنوسي بالبيضاء يتحول الى سوق كل مساء. يتهم التجار باحتلال الملك العام، هم يرفضون الصفه ويؤكدون على حقهم بالبقاء هنا. عبد الرزاق ورث المهنه والمكانه عن والديه، يفسر وضع تجار السوق. احنا ماشي باع متجولين، احنا باع قارين، ان احنا ضربنا 24 عام وحنا هنا. احنا دابا السلطه كون كان باع متجولين ما يخلوناش نضربوا 24 عام ولا 30 عام هنا. احنا راه 24 سنه وحنا هنا، احنا حلينا عينينا جينا لقينا والدينا هنايا. احنا ماشي باع متجولين، احنا قارين. كنا متجولين ندوروا السواق، باع متجولين ما كيمشيو من سوق لسوق، احنا قارين. العمل بشكل ثابت في هذا السوق المرتجل في الشارع العام لأكثر من 10 سنوات لا يقتصر عليه وحده. مصطفى هنا منذ عقدين. هذا الشكل من الأسواق يجلب نشاطه الاقتصادي سكان الأحياء المحاذية. أنا من أبناء الحي سيد البرنوسي، كنسكن أنا في هذا الحي في كارت، كنترزق الله هنايا. ولا ما كانتش هاد البلاصة راه معدمين فين غنمشي، راه كندوخ والله. ما كيجري علينا السلطة ما كنقدر نهز شي حاجة من حوايجي نبيعها ولا 15، وكان 3 دراري وامهم 4 وانا هو 5، وما كتدخل عليا حتى شي 4. والله خويا لا 4 ريال ما كندخلهاش، ما كتدخلش على ما عندي لا والو. انا ما اكلتش ولا ما ديتوش ولا ما ناكلوش. وحيد يقول إنه يرغب في الرحيل عن السوق رغم أنه يعمل هنا منذ سنوات طويلة. لم يحظى بمحل في سوق نموذجي بحي البرنوسي. العديد من تجار السوق يقع معهم هذا. احنا اصلا دوزنا مع السلطه واحد المده طويله معاهم، كيعرفونا، هما كيعرفونا، يعني خاصهم انت كيعرفوك خصهم يعطيوك، ما خصهمش يقصيوك. وماشي انا راه ماشي كندوي على راسي انا اللي التقصيص، راه واحد العدد ديال بنادم هنا تقصوه. علاش؟ الله اعلم. الا كون عطونا البيت انا ما غاديش نبقى انا في الزنقه هنايا. انا راه واخا تشوفني هنا راه ما راضيش بهاد الزنقه، ولكن الظروف اللي مخليني خارج كنبيع ونشري في الزنقه، راه الظروف هي اللي مخليني.
راه كاينه مشاكل هنا على الجد، كاينه مشاكل، راه كاع الدراري مكرسين. واش كاين شي واحد دابا في هذا الشكل راه يمشي ما يفرش؟ راه الدراري الوقت دابا راه كاين اللي نهار دابا محسوب عليه، خاصو اللي ما خدمش ما يصورش. حنا راه 18 يوم حنا جارين علينا، راه الدراري كلهم تكرفسوا. التجارة في الأحياء تتحول إلى نشاط عائلي. عبد القادر التحق به أبناؤه للعمل هنا، يرى أنه في حال وقع له مكروه سيخلفه أحد أبنائه. ولادي راه هذا هو المصير اللي كينتظرهم، إلا ما درتش أنا الحل راه هذا هو المصير ديالهم. جاب الله أنا عندي 50 سنة، لا توفيت أنا راه الدري الكبير غيضطر يجي يخدم على خوتو، وذاك اللي تابعو ثاني غادي يساعدو باش يكبروا الآخرين. التجار ليسوا وحدهم المتهمين باحتلال الملك العام. المقاهي هي الأخرى في الواجهة. مئات المقاهي بالمدينة تتجاوز محيطها. احتلال الملك العام من طرف المقاهي يؤطره القانون، غير أنه في الكثير من الأحيان تخالف المقاهي التشريعات المؤطرة للمجال. مصطفى الحياة يوضح وضع هذه المقاهي. هو هذا احتلال الملك العمومي بالنسبة للمقاهي هو احتلال قانوني، المفروض أن القانون يسمح به، ولكنه مؤقت وماشي بلو ديغ، يعني ينوض يبني تما يدير الزواق ويدير الرخام ويدير يعني كما كدير بعض المقاهي، ما يمكنش امور، فكيبقى داك الشيء مؤقت، خصو يبقى مؤقت. النمط الاقتصادي تحول من قار إلى ثابت. الأرقام تشير إلى قطاع يدر ملايير الدراهم. لا تستفيد الدولة من عائداتها الضريبية. وزارة التجارة تفكر في تأطير النشاط عبر دفاتر تحملات، دفاتر قد تحفظ النمط الاقتصادي ومداخل الدولة، كما قد تحفظ كرامة التجار وجمالية الفضاء العام. وما كاين جوج العناصر فيما يتعلق من خلال الروبورتاج ديال الاحتلال ديال الملك العمومي اللي هما فئه التجار وفئه المقاهي. نبداو بفئه التجار ونسولك سي الهداجي كيفاش انه انتقلت كما جاء على لسان العدد من المتدخلين من يعني استغلال يعني واحتلال يعني مؤقت الى احتلال دائم. الناس كيتكلموا على اكثر من 20 سنه. هو التجربه ديال السوق ديال الزنقه فين كنتواجدوا حنايا اكثر من 24 سنه حنا كنتواجدوا تما. جاء البرنامج الوطني اللي جاب به السيد دريس جطو ديال البرنامج الوطني لتثبيت البائع المتجولين. استفدنا من هذاك البرنامج، حنا 450 بائع متجول تم الادماج ديالنا في هذاك السوق. هو السوق راه ما عطاوناش السوق، احنا اللي بنينا من مالنا الخاص، هما عطاونا غير الارضيه والفاغ ديال الاش والطوله ديال لا كونستركسيون ميتاليك، حنا اللي بنينا ب 250 مليون اللي بنينا به. اذا بها عمليه الجرد اللي قامت بها السلطه قلت لك عمليه مبهمه ما خاضعاش للمساطير الوزاريه. مشينا دخلنا لهذاك السوق علاش؟ باش نقلبوا على البارابلوي اللي تحمينا اللي هي النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين. درنا واحد المذكره مطلبيه للسلطات والسلطات عزات باش تحقق لنا هذيك المذكره المطلبيه. خصنا لالين ديال الطوبيس، خصنا الامن، خصنا الماء، خصنا الضوء، خصنا كذا. حنا اللي درنا التشييد ديال النفقات ديال السوق، والسوق ما كيوازيش الطموح ديال البائع المتجول. داونا لواحد الخلا، واحد السوق كان كيتباع فيه الغنم الجنبات ديال لوطوروت حدا لوزين ديال اتاي، وتما فين عطاونا سوق. وهذاك السوق شكون اللي غادي يجي عندك؟ انت كتشوف هذه الحاله اللي كنعيشوا حاليا دابا ديال الاجرام وهذا الشيء ديال السيوفه وهذا الشيء، شكون اللي غادي يجي عندك تما؟ اذا بينا درنا ديك المذكره المطلبيه عجزات السلطه باش تحققها لنا. درنا واحد اللقاء تواصلي في اطار الانخراط ديالنا في النقابه الوطنيه للتجار والمهنيين، ورفضنا داك السوق بالاجماع ورجعنا للمكان اللي حنا كنمارسوا فيه النشاط ديالنا. ولكن علاش قبلتوه انتم في الاول وبنيتوه؟ انا عرفت الموقع ديالو انه بعيد، انه حنا قبلنا داك السوق على شكل نيه سليمه. ملي مشينا لتما هذاك الشيء كان على نيه مبيته. حنا 80 واحد ومنهم انا عطاوني محل وما تبقى دمجوا مجوج في المحل، وما تبقى قصاوهم، وكاين شي ناس ما عمرنا شفناهم في الزنقه 39 في حي طريق واستافدوا. علاش؟ لان السوق اللي كيستافد منه رانا قلت لك في الاول القوات والمقدمين كيديروا واحد العمليه ديال الغربله وكيعرفوا كيفاش يديسيديو الامور بيناتهم. حنا الان كنرفضوا ديك لونو ديال احتلال الملك العمومي. حنا ما بقيناش باغيين نحتلوا الملك، حنا عندنا بروجي صادق لينا عليه السيد العامل السابق اللي هو في عين السبع دابا على المشروع، وباغي نسابوا ب 1 مليار. حنا 450 ديال الباعة المتجولين باغي نسابوا بمليار السنتيم. قبل لينا المشروع وقال لك اسيدي غنعطيكم 3 البقع ولكم حريه الاختيار، وغادي نعاونكم بواحد الغلاف المالي ديال 100 مليون. اذا بينا غادي نتسناو لا سيمين لو ديرني سيمين باش نستناو مع الاتفاقيه، جات واحد الموفمون مشى العامل ديال البرنوسي لعين السبع، وجا هذا العامل دابا اللي ساد علينا الحوار لمده اكثر من سنه، وحنا حاطين له طلبات المقابله. ها هما فين غيوصل هذاك المشروع ديالنا، وحنا ناس
راه حنا ضد احتلال الملك العام، ما بقيناش باغيين نحتلوا الملك العام، حنا ناس باغيين نديروا سوق تشاركي بمواصفات عصريه مع جميع المتداخلين. وانا غادي نتلي عليك واحد المسوده لان صيفطنا لمجلس المدينه غادي نفصلوا فيها. نسولك السي بوغدور، قانونيا يعني الانشطه اللي كيمارسوها الاخوان قانونيا من وجهه نظر القانون شنو كيقول فيها؟ نكونوا واقعيين. احتلال الملك العمومي كيبقى التسميه ديالو احتلال الملك العمومي. احتلال الملك العمومي كنعني به احتلال ملك عمومي اللي داخل فيها الارصفه، الساحات العموميه، قارعه الطريق، الطرق بصفه عامه. الاخوان ربما في الشريط، ربما نهضر على الشريط، قال السيد كان بائع متجول فاذا به اصبح قارا لانه تغاضوا عليه وخلاوه حتى اصبح قارا وحتى ولا كيجيب الناس اخرين القبيله والعشيره. اذن هنا كاينين جوج ديال الاطراف مسؤوله، كاينه الجماعه وكاين السلطه الاداريه المحليه، هادو جوج مسؤولين. اولا كنعرفوا الميثاق اش كيقول، الميثاق طبعا اش كيقول انه كيتشاركوا، انما كيتشاركوا هذه المسؤوليه وانما كل وحده الاختصاصات. فيما يخص البائع المتجولين السلطه هي اللي مكلفه بهم، هي اللي خصها تنظم، هي اللي ما خصش تخلي عرقله نتاع حركه المرور ديال المركبات يعني السيارات والحافلات الى غير ذلك، ولا عرقله المرور ديال حركه السير للمواطنين يعني فوق الارصفه ولا داخل الساحات ولا داخل الساحات العموميه. اليوم كنشوف بانه الناس اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه هما هادو. الجماعه كتقوم بعمل اخر وهو انه بواسطه الشرطه الاداريه، بواسطه الشرطه الاداريه يعني خص التفعيل بعد نتاع الشرطه الاداريه. سمعت في الدار البيضاء بدات فعلتها، يمكن غادي تجي من بعد ايام ان شاء الله غادي تفعل على مستوى مدينه مكناس انها تقوم بهذا العمل. رئيس الجماعه كيعطي ديك الرخص استغلال ديال كما قلنا ديال المقاهي وديال هاد اللي كيمارسوا التجاره او اللي كيمارسوا واحد مهنه من المهن، انه كيعطيهم واحد الرخصه نتاع استغلال مؤقت ليست بدائمه. حتى الاكشاك راه عندهم رخص مؤقته، اذا اتضح بالله كوش كيعرقل حركه مرور ديال البيتون ديال الراجلين خصو يتحيد. اذا خصنا نفرقوا ما بين ما هو استغلال مؤقت، اما الاستغلال الدائم ما كاين شيء. لي كونستركسيون اون دور لقاو ولات كدير دي كونستركسيون اون دور غير هي بطريقه مقنعه. ونزيد نكمل ان الاحتلال ماشي غير هادو اللي كيديروا، حتى المواطنين. المواطن كيجيب واحد الرصيف يقل عرضه على مترين، والميثاق قرارات التنظيميه واضحه كتمنع احتلال الارصفه التي يقل عرضها عن مترين. من بعد 2 الامتار هنا كتدخل لا ريجي قسم الجبايات، هنا كتاخذ مع المقاهي كتعبر لهم وكيخلصوا واحد الواجب، ولكن ما خص يدخل في ذاك العرض ديال 2 متر اللي هذاك هو المينيموم، اقل ما يمكن يعطى لذاك الانسان البسيط اللي غادي يمشي راجل كبير ولد المدرسه مراه غاديه بالبوسيت ديالها. واش حنا الارواح ديال هاد الناس ولينا استرخصناها من اجل باش انسان يستغل الرصيف؟ ما يمكنش. مسائل واضحه، الاستغلال المؤقت واضح، الاستغلال كما قلت ديال الارصفه الى غير ذلك. المقاهي كاين بعض المهن كذلك اللي كترمى على الرصيف، وانا كنسميه السطو، ماشي حتى احتلال، هذا السطو على الملك العمومي، لان هذا حق من حقوق المواطن انه يمشي فوق الرصيف. الرصيف كيحميه من لا سيركيلاسيون ميكانيك، كيحميه من المركبات من السيارات، وبالتالي هذه المسائل ما كتحتاجش نساوموا فيها. ما لعمر فهو لعمر، ما لزيد فهو لزيد. سي ابوه شار سي بوغدور لواحد الفئه اخرى يعني من غير يعني الباعة المتجولين والباعة الذين اصبحوا قارين، من غير المقاهي كاين مجموعه الحرف مثلا النجاره الحداده اللي كي يعني الانشطه ديالو كتخرج من المحل وكتخرج للرصيف يعني الفضاء العام. حتى هادو راه فئه متورطه في هذا الاحتلال. شكرا الاخ جماعه. اولا عندي ملاحظه قبل ما ندوز للجواب ديالك. اولا الكرسي الفارغ امامنا يشكل حلقه مفقوده بالنسبه لهذه الحلقه كلها، لانه جل النقاط جل المحاور اللي مطروحه الان تجد اذان صماء، لان ما كاينش محاور اللي يمكن عنده هذه المؤهلات باش يمكن يجاوب على كل ما يتعلق بالجانب الاخر، اي بالسلطه، بالعملات، بالمقاطعات، بالقياد، القوى الاحتياطيه اللي مكون لها الاهتمام بهذا الموضوع هذا. اذا ربما نكون انه يكون الاستماع لهذه الحلقه ويكون اخذ العبره، لانه بلغ السيل الزبا. واعتقد انه اذا استمرت الاحوال بهذه الطريقه ستدفع بالقطاع المهيكل المنظم
انه غادي يسد المحلات ديالو، غادي يخرج للشارع وغادي يمارس تجاره الرصيف اللي ما فيها تكلفه، ما فيها ضرائب، ما فيها جبايات، ما فيها اعباء اخرى، وبالتالي غادي نكونوا امام عصيان الى صح التعبير من هذا القبيل، لانه يمكن السكوت على كل شيء الا على لقمه العيش، الوقت اللي تتولي داخله في ميزان، في حساب ديال المعادله غير متكافئه امام قطاع منظم. وحنا الان عشنا هذا احتلال قائم دائم، وما بقاش حنا في النقابه الوطنيه للتجار المهنيين ما تنسميوهمش باعه متجولين، باعه قارين، نحترم حقيتهم في العيش في الوجود، لكن ليس على حساب القطاع المهيكل المنظم. مفروض السلطات التي تغاضت عن ظواهر ديال 20 عام 15 عام 10 سنين في البيع وفي الشراء بهذه الطريقه هذه، انها تحمل المسؤوليه ديالها لعلاج هذا المشكل، مع العلم انه منذ الربيع العربي، ولا انا اسميه الخريف العربي لانه ما خلى الا دماء، تفاقمت الظاهره بشكل خيالي. ربما المندوبيه الساميه للتخطيط عندها احصائيات، وزاره التجاره عندها احصائيات ديال تفاقم هذه الظاهره هذه، اللي اصبحت تتجاوز حتى هذه المشاكل اللي مطروحه ديال هذا هنا او هذا هنا او هذا. حنا المواطن من حقه انه يدافع عن العيش. كاين ظواهر اللي ساهمت كذلك في هذه الوضعيه، الهجره من الباديه الى المدينه، الطرد او التلاميذ او الهدر المدرسي اللي ساهم في هذا. ظاهره اخرى ديال انه متقاعدين، مجموعه ديال المتقاعدين من العمل ديالهم، اشتغل 60 عام 65 عام وصل التقاعد، يخرج يمارس النشاط في هذه الظاهره، فاصبح قطاع حرفه من لا حرفه له، وبالتالي اصبح يعيش نوع من التسيب. اللي الان كاين مشاكل في المجال الجبائي، في المجال الضريبي، الناس الان في عجز انها توفي بالالتزاماتها الجبائيه والضريبيه، لانها السوق يعيش حاله اخرى بعيده عن القانون، بعيده عن المساطر المتعارف عليها، وبالتالي لا بد من الضوء الاحمر باش يشتعل لوضع اولا لارجاع الامور الى نصابها، وبالتالي اعطاء لكل ذي حق حقه. الفئه ديال الباعة المتجولين فئه مجتمعيه مواطنه من حقها العيش، خاص السلطه، خاص الدوله تلقى حل. تعطى داروا نماذج في بيلوت في وقت سي دريجتو 2002، خرجت واحد المذكره مشتركه ما بين وزاره التجاره ووزاره غنوصلوا هذا الان هادشي كل المسائل لم تطبق. غنوصلوا هذه التجربه ديال الاسواق النموذجيه في النقاش وعلاش ما نجحتش. قبل ذلك غنسول السيده المستغفر، كانت عندكم تجربه كذلك مع النوع ديال التجار في مدينه سالا، بالمقارنه مع اللي شفنا في الروبورتاج، واش كاين اوجه تشابه ولا اختلاف يعني في الحجم ديال المشكل وفي العوامل اللي مأثره فيه؟ شكرا الاخ جامع. هو من ناحيه ديال التجربه ديال الشبكه المغربيه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فهي كان لان في الاول كنا بدينا في واحد المشروع ديال مرافعه من اجل ضمان حقوق المنتجين الصغار، من بعدها تطور المشروع ولينا كنتكلموا على الباعة المتجولين كمنتج صغير اللي هو في القطاع الغير المهيكل، وبالتالي ولات كتقاطر علينا الطلبات ديال الناس ديال الباعة المتجولين، لانهم هما كانوا واعيين بانهم عندهم مشاكل غادي خصهم يتهيكلوا، خصهم يتنظموا، لكن ما عارفينش كيفاش، خصهم شي جهه اللي تاثرهم. وبالتالي حنايا بما اننا كنديروا اقتصاد اجتماعي وتضامني، والمهمه ديالنا هي التطهير والمواكبه الى اخره، خصوصا المقاربه اللي كنخدموا عليها هي ديال الكوتشينغ المجالي او التدريب المجالي، كنخليو هاد الناس هادو اللي جاوا طالبين انه يتنظموا يفكروا في حلول اللي ممكن انها تكون انسب بالنسبه لهم، يعني عن طريق مجموعه ديال الاوراش اللي خدمنا فيها، اللي جمعات في سلا مثلا، جمعات كاع الفاعلين ديال سلا منتخبين من سلطات محليه، من الباعة المتجولين ومن الغرفه ديال التجاره،
اللي حاولوا ما امكن انه يكون واحد التفكير جماعي في هذه الاشكاليه هذه، وهما من بعد كيف قلت لك كانوا واعيين بانه خصهم يتنظموا، وبالتالي ولاو تيقول لك حنا ها الحلول اللي بغينا، مثلا حنا بغينا نديروا تعاونيه او بغينا نديروا جمعيه مهنيه او بغينا نديروا نقابه مهنيه، كيفاش غادي نديروا؟ شنو هو الانسب؟ حنا الدور ديالنا هو التاطير والمواكبه ديال الناس، هاد الناس هادو باش يقدروا يقرروا في لافورم او في الهيئه ولا في الشكل القانوني اللي ممكن يكون انسب بالنسبه لهم. نشوفوا اراء ديال الدفعه الاولى من الاراء ديال المشاهدين. تفضل الحسين والزيك. إذا المداخلات الأولى اللي تلقيناها أو تلقيناها من أسئلة وآراء المشاهدين بالمجمل فيها دعوة للتعامل مع ظاهرة احتلال الفضاءات العامة بشكل جدي وإيجاد حلول للحد أو التقليص من تداعياتها في الأجال القريبة. البداية مثلا مع السيد محمد السكيوري من الدار البيضاء يقول أن نحن هنا بالعاصمة الاقتصادية نعتبر الأكثر تضررا من احتلال الشوارع والأزقة، وفي هذا الباب أحمل المسؤولية للجماعات الترابية المحلية، وأقول أن هناك أحيانا تواطؤا بين بعض المسؤولين والمستفيدين من احتلال الملك العمومي. حسن من زاكوري يتساءل أين هي المراقبة ديال المسؤولين للحد من ظاهرة استغلال الملك العام إذ أصبح المواطن عرضة للحوادث والمضايقات بسبب ازدحام الأرصفة بالباعة والفراشة وكراسي المقاهي، ويعيد سؤاله بغينا نعرفوا فقط المسؤول على هذه الوضعية. أحمد الصياد من القنيطرة يؤكد أنه ما دام هناك استفحال للرشوة في بعض الجماعات الحضرية فسيبقى المشكل مطروحا دائما. مجموعة من المتتبعين منهم أنس الزهراوي من مارسيليا الفرنسية، محمد العثماني من تيزنيت، عبد الكبير من الدار البيضاء وغيرهم اللي كيحملوا المسؤولية للجماعات المحلية من منطلق الصلاحيات المخولة لها قانونيا، وهؤلاء لا يلتزمون بتنفيذ هذا القانون، والسبب في نظر العديد هو الاعتماد على الريع السياسي واستقطاب الأصوات الانتخابية لدى بعض المسؤولين. السيدة أمينة من المحمدية تقول أن الفساد والرشوة وعلاقات بعض رجال السلطة مع بعض الأعيان الذين يملكون المقاهي بالإضافة إلى غياب حلول لهؤلاء الفراشة كلها من أسباب ديال هذه الظاهرة. جلول القسمي من وجدة يقول أن المشكل تراكم عبر مراحل وسنوات عديدة، وأي إصلاح ينبغي أن يتم وفق مقترحات بين كل الأطراف. ونهيو بسهام بوفيسي من مدينة بني ملة اللي كتحدث عن الحالة الاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين لا تسمح لهم بولوج محلات تجارية باهظة الثمن، والمغربية بحث دائما عن أثمنة تناسب قدرته الشرائية، وبالتالي فهو يشجع على تفاقم هذه الظاهرة. وهنا كذلك يعني مسؤولية المواطن عنده مسؤولية في هذا الباب. شكرا لك حسين وزيق. بغيت فيكم بشكل يعني مختصر تعقيب على هذه الآراء اللي سمعناها، وربما كان التركيز بشكل كبير على التضرر ديال المواطن من هاد السلوكات. السي الهداجي، واش واعيين بانه راه كتسبوا ضرر يعني لمستعمل الطريق ومستعمل الرصيف؟ احنا ما محتلينش الاحتلال الملك العمومي بشكل دائم، احنا محتلينه كما كيقولوا نرجعوا لديك النقطه ديال الاحتلال، احنا مستغلينه بشكل مؤقت، كنبيعوا مع جوج ديال النهار وكنجمعوا مع 10 ديال الليل، ولكن هناك اعيان مستفيدين من الملك الخاص من الملك العام. احنا وعينا وتأطرنا في إطار نقابي، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والنقابة الوطنية للاتحاد الديمقراطي للتجار والحرفيين، باغي نساهموا بمليار السنتيم. حنا فكي المشكل على الدولة، وهذه الدولة هذا المشكل ديال بيع المتجولين من اختصاص السلطة، والسلطة هذه المعضلة ديال بيع المتجولين حنا لقينا الحل. حنا 450 بائع متجول باغي نساهموا ب 1 مليار السنتيم، والسيد العامل كما قلت لك وافق لنا على المشروع. غير السيد الهداجي، قبل ما يتحل المشكل، واش واعيين بانكم كتحتلوا ملك العمومي الان؟ ما هو قلت لك ماشي احتلال ملك عمومي، هو احتلال بل السماح بالتواجد بالملك العام في اطار المخالفه المستمره. ايوا مخالفه مستمره يعني. ايوا الاحتلال عنده وجهه نظر ديالو، يكون حنا كنا محتلين غيكونوا عندنا المدافع وهذاك الشيء باش غنتواجهوا مع السلطه. سي بوغدروش، هذا احتلال ولا ماشي احتلال؟ هذا احتلال واضح كالشمس في وسط النهار، ولكن لابد ان هو عنده ظروفه ولكن احتلال كيبقى دائما احتلال. ولكن لابد ان اذكر زياده على ما سمعناه من عند السي أوزيك بانه لست ادري واش الناس كيعرفوا واحد القضيه، بان بعض المدن بدات تفقد مقوماتها الحضاريه بسبب هذه الظاهره. واش اخباركم بان هناك مدن معترف لها او مصنفه من طرف اليونسكو تراث عالمي انساني اليوم اصبحت مدن الباعه المتجولين بامتياز؟ اليوم عندنا المشكل السياحه حتى والتقاز، يعني هناك يعني نتائج جد سلبيه اللي ضربات السياحه والاستثمار. لابد ان نذكر كذلك بانه هذه المساله ماشي كدير غير السطو على الملك العام، هناك مشكل النظافه، السكينه، الضجيج،
بعض العبارات النابية المتبادلة في بعض الأماكن. نزيد عليها كذلك زيادة على عرقلة المرور يا بالنسبة للراجلين بالنسبة للأخرى، حتى غياب المراقبة الصحية. كيف يعلم؟ كيف يعني الواحد ما يعرفش بأنه اليوم لو كيتباعوا مواد غير مراقبة كتباعوا كيشريوها الناس يعني غير مراقبة صحيا، بينما كنلقاو أنه المتاجر إلى غير ذلك المراقبة كاينة. لابد أن نذكر بأنه واحد الظاهرة نتاع هاد العربات اللي كيبيعوا الخضر والفواكه فين كيمشيو؟ كيمشيو للمساجد، محيط المساجد، جميع بيوت العبادة محترمة، المسيحيون الكنائس، اليهود البيع محترمة، إلا المساجد لم تحترم حرمتها، محيطها ولا البيع والشراء، بحيث أن المصلي ملي كيمشي ما بقاش سمع الله أكبر على المغرب ولا العشاء، سمع الله أكبر غيمشي يشري. فين كيمشيو هاد العربات ديال الخضر اللي كيبيعوا؟ كيمشيو عاوتاني قرب السوق، على السوق، باش يحرموا على الناس اللي في ذاك المارشي اللي كيخلصوا الواجبات، يحرموا عليهم الزبناء. شوف الاستراتيجيه باش كيعملوا باش نكونوا واقعيين. كيمشيو قرب السوق، كيمشيو شي جهه اخرى. نزيد لك فين كيمشي عاوتاني قدام المحطه الطرقيه كتباع مأكولات غير مراقبه، يعني حتى صحه الانسان في خطر. كيمشيو حدا المحطات ديال وقوف الطاكسيات، يعني ما كتلقاش شي بلاصه اللي هنا نقولوا راه موجودين فيها. الامر حتى كذلك اليوم ظاهره جديده، ولاو كيكتسحوا الحدائق، وجميع الجماعات المحليه صادقت على الميثاق الوطني للبيئه والتنميه والسلامه. دابا اش ولا وقع؟ توضع طرها اشاره الباعة المتجولين، الحديقه اللي خص المواطن يمشي يرتاح فيها، ولا ديك المراه اللي جالسه في دارها اللي عيات من 4 الجدران في الطبخ ولا غير باش مشات تستراح، ولا حدا بائع متجول، ولا شي واحد كيبيع السوسيس والدخان. يعني فين غنوصلوا بهذا الشيء؟ الا مشينا بهذه الطريقه بهذا لاكادونس، كونوا متيقنين ايها الاخوان انه غادي يوقع تراجع في العديد من الميادين، غير السياحه، الاستثمار، حتى المواطن انه غدا بعدو غتوقع له مشاكل كبيره مع هذا الفراشه. سي ابو، اعتقد بان هذه الظاهره ساهمت بشكل كبير في شي احتلال، غزو شوارع باكملها اللي عندنا اسماء ديالها في واحد العدد ديال المدن، اللي السيارات دراجات هذه اكثر من 10 سنين ما دازوش في شوارع كبيره جدا، بل انه كاين واحد الاكراه اللي هو انساني. كاين حالات مرضيه اللي تضطر ان سياره الاسعاف تدخل لمنطقه معينه ما تدخلش. كاين حالات ديال وفيات، جنازه، الناس تيبغيو يخرجوا جنازه من الدار تيلقاو عائق، تيلقاو اشكال، وبالتالي هاد الظاهره يمكننا نسميوها نوع من تمرد على كل ما هو يمكن انه يدفع ان المسائل تكون قانونيه، انها تكون مسطره عاديه. وبالتالي هذه الظاهره ديال هذا التعنت اكيد انه عنده ثمن ليؤدى، وكاين حالات انه باش يمكن البائع متجول يجلس في مكان معين خصو يدي واحد العموله محدده، وكاين من يجمع هذه العمولات في شارع معين وتسلم لمن يحمي هذه الظاهره. واحيانا من هم مكلفون بحمايه هذه الظاهره يغيرون الشوارع ويغيرون الازقه باش ما يمرش من هذيك الشوارع، وهذا هو اللي يخجل. بالاضافه انه الظاهره اللي شار لها الاستاذ كاين مواد مهربه اللي مع الاسف تستعمل المدينتين المحتلتين سبته ومليليه كمنطلق لهذه المنتوجات نحو الداخل، منتوجات اللي تنتهي الصلاحيه ديالها او قريبه تنتهي الصلاحيه ديالها، ويوضع لها تيكيتات بسنوات اخرى وتدخل الى ارض الوطن فاسده، تستعمل الله يكون في العوان. الاثمنه بطبيعه الحال كتكون الثمن ديالها رخيص، وبالتالي تنافس حتى الاقتصاد الوطني، تشكل مزاحمه للمنتوج الوطني. كاين كذلك التبغ اللي تنشوفوه في الحدود الشماليه بالغزو ديالو اللي كذلك يضر الاقتصاد الوطني. جل المواد الغذائيه الاستهلاكيه، جل المواد اللي الان الاسواق الاسيويه مفتوحه وتجينا مع الكامل الاسف المنتوجات الاقل رداءه، لان المنتوجات
اللي فيها مواصفات ديال احترام الجوده واحترام معايير توجه الى الدول الغربيه. مع الاسف ان كل من هو ريدي ب80 بخس تيلقى الاسواق المغربيه، وهذا اكيد عنده عامل ضعف القدره الشرائيه للمختلف المواطنين تيساهم في هذا. كاين كذلك ظاهره ديال الانتشار بيع المنتوجات المقرصنه في الشوارع في المقاهي، وهذا يشكل كذلك ضرب الانتاج الوطني، ضرب شركات الانتاج، ضرب التجار. معامل كثيره في هذا المجال اغلقت لانه ولات امام اكراه ديال القرصنه بهذا الشكل. هذا الذبيحه السريه كذلك، مجموعه ديال الذبائح تذبح خارج المجازر البلديه وتغزو اسواق المدن. هذه كلها اشياء اللي اصبحت الان ربما حق مكتسب عند من يمارس، اصبحت طبيعيه ربما وتبقى الطبيعه معها. لكن اعتقد انه امام المزيد من استفحال هذا لا قدر الله كارثه حتميه واقعه. سيدي المصطفى، كاين اللي كيقول بان ربما حتى المواطن كيتحمل واحد النصيب من المسؤوليه في هذا الشيء، لان ربما السي الداجي من خلال التجربه ديالو انه كاين اللي كيفضل مثلا الفراشه على يعني محل، ربما بالنسبه في ثقافه مثلا الاقتناء انه تما عنده الامكانيه انه يقلب ويلقى حوايج وهذا، وكاين ثانيا معطى اخر بالنسبه المواطن انه تما ربما رخيص مقارنه مع المحل. ما عرفتش واش هذه الفكره صحيحه؟ هو غنتكلم على المغرب، ولكن بغيت نسبق نتكلم على الولايات المتحده الامريكيه. علاش؟ لان الازمه ديال الاقتصاديه العالميه يعني اللي بدات من 2008 قاست العالم كامل، ومن بين الدول هي الولايات المتحده الامريكيه اللي القوه الشرائيه ديال الناس ديالها ضعفات، وبالتالي ولاو هما تيقلبوا على باعة متجولين يشريو من عندهم، لان ما بقاوش عندهم باش يشريو من المحلات اللي عندهم غاليين. بالتالي هادشي هو تينعكس علينا حنايا في المغرب اللي تاثرنا حتى حنا بهذه الازمه، ولينا حنا كنقلبوا على اشياء على ثمن بخس. علاش؟ لان عندنا قدره شرائيه اللي هي قليله وما عندناش دخل اللي هو كبير، وبالتالي الامور ولات كتبان بشكل عادي. انا غادي نرجع شي شويه، تكلمتوا على احتلال والموضوع ديال الباعة المتجولون. انا بغيت نسطر على الكلمه ديال الاحتلال وغنزيد عليها كلمات واحده اخرى، مثلا ديال محاربه الظاهره، نتكلموا على قضاء على ولا استئصال هذا. فانا كنظن بان هذه الكلمات عندها واحد الحموله تعنيفيه ضد هاد الناس، ضد الباعة المتجولين، لان من المنظور ديالي ان البائع المتجول هو انسان، وحنا التنميه كامله اللي كنديروها هو اجماع عالمي ان الانسان هو محور ديال التنميه، وبالتالي ما يمكنليش نشدو نحطو قدامه ونبدا نتيري فيه. سمحوا لي على هذه الكلمه، يعني خصني نحطو نديرو الوسط، نشاركوا معايا في الهموم ديالو باش نخليه هو بعد يكون مسؤول على يفكر حتى في الحلول اللي غادي تقدر تكون مناسبه ليه. اذا بالنسبه لي الظاهره ديال سميتو ما بغيتش نتكلم عليها بطريقه ديال المحاربه، وانما بطريقه المعالجه، لان السياسه اللي متبعه، او نقدر نقول بانه ما كايناش رؤيه واضحه في غياب سياسه ديال التاطير وتنظيم ديال الباعة المتجولين. ما كاينش اصلا قانون ديال الباعة المتجولين. اذا هاد الظاهره خصنا نرجعوا للمسببات ديالها، عاد نتكلموا على كيفاش نعالجوها. المسببات كما قال السي ابور، كاين الهجره القرويه الى المدن، كاين عدم ملائمه ديال المدرسه المغربيه، كاين تفشي البطاله، كاين الازمه اللي ادت انه القطاع الخاص ولا كيخلينا نفقدوا بزاف الاف والاف ديال الوظائف. يعني الناس اللي كانوا فاتحين اسر وخدامين ولاو حتى هما انضموا للجحافل ديال الباعة المتجولين. هذه العوامل واش ممكن نعتبرها مبررات لخرق القانون؟ هذه مسببات الظاهره، لان الظاهره هي اجتماعيه محضه، اجتماعيه سوسيو اقتصاديه، لان ما يمكنليش نتكلم على نقول الباعة المتجولين هي، وهذا هو المشكل اللي خصنا نحل. لا، خصني نرجع للاصول ديالو، شنو هما المنافذ ولا المصادر اللي خلاونا نوصلوا لهذه الازمه هذه. لان الا جينا نحلوا المشكل مثلا ديال الباعة المتجولين ما غاديش نساليو، لا كيتقاطروا كيتزادوا يوما عن يوم. اذا خصنا نرجعوا
المسببات والمصادر اللي خلات شنو هي الهجره. يعني الناس ديال القريه خاصنا نخلقوا لهم اصلا تما واحد الانشطه، خاصنا نخلقوا مثلا يكون عندنا مخطط ديال التنميه، مخطط المغرب الاخضر خاصو مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه يكون واحد التنسيق، ويديروا مثلا تعاونيات فلاحيه. الناس ديال القريه ينهضوا بالقريه ويبقوا فيها بلا ما يرجعوا يجيو عادي يتكاتفوا ويتقاطروا على المدينه، لان المدينه اصلا عندها دابا مشكل من ناحيه باش تاثر وتسيطر على هذه الظاهره هذه. اذا ما يمكنناش عاد كنزيدوا، خاصنا حلول اللي تكون كتكون مناسبه لكل مصدر من المصادر ديال اللي كتجيب لنا والمسببات ديال الباع المتجول. اسمحوا لي الاخت باش نوضح هذه المساله. اذا احنا كنرجعوا للاسباب كلها، انه اي واحد عنده مشكل اجتماعي كنعطيوه الحق يحت الملك العمومي. ملي كيحت الملك العمومي شكون اللي كيقيس ذاك المواطن؟ اش دار له ذاك المواطن المسكين باش يحرموه من استعمال الرصيف؟ اش دار له ذاك صاحب السياره البسيطه اللي كيخلص الدروا درولاج باش نمنعو يدوز من الشارع؟ اش دارت ديك المراه غاديه بالبوسيت نمنع عليها تدوز في الرصيف وتعرض الحياه ديالها والابن ديالها للسيارات لحركه المرور؟ واش هما دابا غادي يعني بحال واحد اش داروا لهم المواطنين؟ سميتو ذنب المواطن المسكين اللي كيخلص الضرائب ديالو الواجبات ديالو باش يمشي في الرصيف؟ اذا اي واحد ما لقاش خدمه غادي يمشي لاسهل خدمه هو يفرش. اذا هذاك الفراش كينتقم من المواطن المسكين اللي ما دار له والو. هذه يعني هذه المساله باش كنحلوها غير صحيحه غير صائبه. المواطن المسكين لا ذنب له، خصو يلقى الرصيف ديالو فارغ، خص صاحب السياره كيخلص الواجبات ديالو يلقى فارغه. هاد المواطن اللي ما داروا لهم والو ماشي هما السبب حتى تفاقمت الازمه، ولكن الدوله تحمل على العاتق ديالها المساله ديال حل هذا المشكل. اولا راه ملي كنشوفوا في الميثاق الماده 49 من الميثاق الجماعي راه كتعطي للسلطه الاختصاصات ديال المحافظه على النظام والامن العمومي ترى بالجماعه. الفقره الثامنه تنظيم ومراقبه نشاط الباعة المتجولين بالطرق العموميه. مكتوبه تنظيم، ما مكتوباش فيها شي حاجه اخرى باش ما نلبسوش شيء. فيما يخص المقاهي واصحاب الحرف الاخرى كتبقى الماده 52 و 53 من الميثاق الجماعي من اختصاصات الرئيس اللي كيمكن يطلب الدعم نتاع القوات العموميه في حدث استعصى عليه انه يطبق قانون ديال الاخلاء ديال الملك العام. اذا ماشي احنا كل مره شي واحد عنده مشكل ديال مشكل اجتماعي يمشي يقطع الطريق على ذاك المواطن المسكين. هذا راه ماشي تفسير لائق. انا كنقول بان المواطن المسكين يتكافى غير مع الهموم ديالو، ولكن الدوله تحمل المسؤوليه. الاخ هضرنا على الاسواق النموذجيه. انا كنقول باللي الاسواق النموذجيه فشلات تجربه الاسواق النموذجيه. غنوصل لها سي بوكدور، غنوصل لها في محور. نشوف غير السي الدجاج واش متفق على هذه الافكار اللي قالها سي بوكدور. وهو ظاهره الباعة المتجولين هي ظاهره عالميه، غير هي مقننه عالميا في اوروبا في امريكا اللاتينيه. حنا بغينا نفعلوها في المغرب هنا تقنن، والدستور المغربي راه كيعطيك الحق في الشغل. في غياب فرص الشغل حنا التجئنا للفراشه. هذه الدائره ديال الاحتلال اللي غادي نرجع معك للاحتلال، احتلال الرصيف. الوزير اللي في الحكومه الملتحيه دابا السي عماره قال لك اودي بان حنا مستقبلا كنفكروا باش نديروا واحد البروجي ديال تجاره الرصيف بالكايت شارج او الاسواق المركبه. هذا الشيء ما جاء على لسان الوزير السيد عماره. اما حنا لقينا الحل، حنا الحل بيدينا، السلطه اللي عاجزه على الحل. حنا ناس مأطرين وداخلين في واحد البروجي اللي عندنا 1 مليار سنتيم. خاص السيد العامل يحل معنا الباب ديال الحوار ويبرك معنا ويناقش معنا الارضيه. حنا مادين له يدينا وهو سد عليه الحوار. باغي نبنيو سوق، باغي نستافدوا. اما المرجع معك المشكل ديال احتلال الملك العمومي، هناك شركات كتدخل الملايير ديال الدراهم وعندهم الشاحنات وما قادراش تكريدي هونغار اللي تستاسيوني فيه دوك الشاحنات، كيجيبوهم من الاحياء الشعبيه. الاحياء الشعبيه باش يوسخوا ليماج ديال الحي الشعبي وكيستاسيونيو تما. هذاك راه احتلال. الشركات كتحتل وكل شيء وراها دوله مبنيه فوق البحر من طنجه حتى للقويره. راك شتي القضيه ديال الكابانوات، راك عارف كل شيء. حنا كنقول لك من هذا المنبر بان ناس يشتغلون في القطاع الغير مهيكل راه 2 مليون فاصله 2 ديال الناس اللي كينشطوا في هذا، والدوله لا تستفيد من العائدات الضريبيه على رقم المعاملات اللي هو 280 مليار. كنقول لك حنا ناس باعه ميره، حنا تحت التأطير النقابي. لقينا الحل والسلطات عاجزه باش تفك معنا الحل. ظاهره الباعة المتجولين هي ظاهره هي معضله من اختصاص السلطه. السلطه عجزات باش تحل المشكل. حنا اجتهدنا كنقابه
وكناس بقى المتجول راه كاينين الناس مستوى عالي، كاينين الناس مجازين، عوض فاش يمشيو قدام البرلمان يوقفوا راه متجهوا للفراشه، والفراشه راه حتى هي راه جزء من القوت اليومي ديال الانسان والمواطن المغربي. حاليا حنا ماشي حنا ضد احتلال الملك العام، ولكن باغي نتقننوا بطريقه اوروبيه وباغي نساهموا وباغي نضخوا في الميزانيه ديال الدوله الملايير اللي كتمشي غير في العبات. نشوف السي ابوه علاقه مع هذه الافكار اللي ذكرنا فيها في تحديد المسؤوليات. كاين جانب السلطه، كاين المجالس المنتخبه، كاين يعني المحتلين في ذاك، كاين المواطن، كاين كذلك اللي كيشير باصابع الاتهام بعض التجار وبعض الحرفيين يعني في قطاع مهيكل اللي هما كيكريو يعني المحل الارصفه اللي قدام المحل ديالهم. غير الا سمحتي السي جماعه نرجع ما جاء في الكلام ديال الاخ، وبالخصوص متعلق بما قاله وزير التجاره، فهذا يشكل ظاهره خطيره لانه يدخل في باب الاسترزاق السياسي وفي اللعب على وترات الانسانيه الاجتماعيه اللي عندها طبعات انتخابويه اللي ربما اعتبرها انها تجانب الصواب، لان حل مشكل اجتماعي انساني خص يكون يتحلى بالوطنيه ويكون يهدف في عمقه الى معالجه المشكل جذري بدون ما تكون هناك حسابات سياسيه. فيما يتعلق بالنسبه للسؤال ديالكم، اعتقد بكل وضوح انا كتاجر امام متجري يستغل صباح مساء، فمن الأجدر أن أستغله أنا وما يستغلش واحد آخر. نهار السلطات تتدخل لحمايتي وأنا أمارس في متجري، لأنني أنا عندي إكراهات جبائية ضريبية، عندي مصاريف لا حصر لها، وبالتالي أجد حصار أمام المتجر ديالي. الزبون من يبغي يدخل عندي وتيلقى الباب مسدود تيمشي تيبدل المتجر الآخر، إذا من يحميني إلا ما حميتش نفسي؟ نهار يكون القانون على الجميع، وهذا بين قوسين لأنه ماشي عام، يمكن يكون استثناء في بؤر ديال هذه الظاهرة هذه، والتجار مستعدين نهار تطهر أمام محلات ديالهم أنهم يرجعوا إلى ما هو مسموح به قانونيا اللي ربما هو 60 سنتيمتر بالنسبة لهذا. ما يلاحظ أنه أحيانا تكون غدار حملات ويصل صداها إلى هذه الظاهرة، أصحاب هذه الظاهرة صباحا تلقى الشارع كأنه ما فيه حتى واحد، وكأن هذا الشارع رحب جردة، لأنه وصلت الأخبار من سلطات، من القيادة، من القائد، من هذا خوي والدنيا خوات، لأنه غادي تكون شي مراقبة أو أن جمعية أو نقابة معينة دارت نوع من الاحتجاج، نوع من هذا، وبالتالي تيكون هذا. لكن هذه العملية محدودة الزمان، يومين 3 أيام وكترجع ربما الظاهرة أكثر ما كانت عليه. إذا بوضوح حينما يطبق أو يحترم القانون سيحترم على الجميع. هذه الظاهرة هذه باش نكونوا منطقيين، لا أعتقد أن أي كان هو ضد أن المواطن ما يكونش يعيش عيش كريم، يحصل على لقمة العيش، ما يمدش يدو باش يسعى يكد على هذا، لكن ماشي على حساب آخر. كانت نماذج ربما قلتي غادي نرجعوا ليها اللي في البداية ديالها خرج من اللي بحال اللي تنقولوا خرج من الخيمة مايل، ما عطاش الأكل ديالو، وكان ممكن لو تنظم هذا القطاع كان يمكن حتى الوعاء الضريبي يتوسع، أن هاد الناس الآن اللي يمارسون ربما كاين فيهم اللي رساميل ديال ما ينشر في الأزقة أكبر بكثير من المتجر اللي موراه، بمعنى هذه تجارة ممنهجة منظمة تهربا من الضرائب، من الجبايات، من واحد العدد ديال الإكراهات اللي مفروضة على هذا، وبالتالي مادام أنه تتقام عليه رخيصة فهو عجبه هذه الحالة. ما تنتحدثوش على اللي تيتصارع من أجل لقمة العيش وبهذا كربة ديال كذا ولا هذا وتيعيش فيها، هذه حالات يمكن أنه المراكز النموذجية اللي غادي نهضروا عليها كان يمكن تحتوي هذه الظاهرة، وبالتالي المدن ديالنا. إضافة أخرى تحدث الأخ على الخارج، في الدول الغربية كاين شوارع
مثلا يوم الاثنين في هذا الحي، يوم الثلاثاء في هذا الحي، كيبدا في 8 الصباح، في 2 الصباح كيتجمع تيتسيق الشارع كانه ما كانش فيه حتى شي نشاط من هذا النوع هذا. حنا لا راه كاين قياطن تبناو، كاين برارك كاين تبناو، يعني ولات حدود بقى غير المحافظه انها تدخل وتحفظ هذه البقعه لزيد وهذه العامر، وهذا فيه شويه حتى احتقار للسلطه، لانه تتبان انها ضعيفه امام معالجه، ما تنقولوش الجزر والقمع، هذا معالجه بطرق شرعيه. واللي كيساهم في هذا انه الوقت اللي تتكون شي مبادره لاحتواء هذه الظاهره هذه تيتحصاو اليوم 300، منين توصل العمليه عند المقدم والقاد كيوليو 700 او تيوليو 1000، وهذا وبالتالي يستحيل تيكون مبرمج انه يتم معالجه فئه محدوده، فبالتالي امام تفاقم وزياده الاسماء من الفوق ومن التحت تتصعب العمليه، وبالتالي تتولي دار لقمان على حالها. بعد فئه التجار كان كذلك الاشكاليه ديال المقيران. نسولك السي حسن بوكدور، ربما بالنسبه للمتجول يعني في الدار البيضاء كيلاحظ انه كاين هذا النوع ديال الطرامي، وكانت مبادره من احد المسؤولين السابقين، لكن عاود رجعت الامور الى ما كانت عليه. ما عرفتش بالنسبه لمكناس واش كاين الظاهره كما في الاحتلال ديال الارصفه من طرف المقاهي والبناء والتشييد؟ كيف ملي كتجي العدوى كتقيس كل شيء، حيث انه اليوم كاين المقاهي اللي كتاخذ من الارصفه حتى ما بقاتش كتخلي الناس فين يدوزوا. كاين اللي خدا الرصيف بكامل عرضه ودار له ذاك البلاستيك والباش كانه حنا في دوك الكيطوهات، ما عرفت يعني شي، يعني حتى التشويه المدينه تشوهات اكثر من هذا وذاك. كاين بعض المقاهي الصغيره او نقول من البنات اش كيدير، شوف يعني تقولوا يعني كيكون يعني الذكاء الخارق اللي عندنا، كيمشي هو كيجري للبلديه عند قسم الجبايات كياخذ عنده ترخيص، كيقول له راه بغيت نخلص، بغيت ترخص لي باش كتعطى له 50 سنتيمتر كيخلص عليها، هو راه ما حاشوش، هو كيمشي يقبطها وكيمشي ياخذ 3 متر 4، ملي كيجي عنده شي حد كيقول له عنده ترخيص. يعني هذاك السيد ما جاش للبلديه لان كاع فيه هذا باغي كاع هو يساهم، انما باش تكون عنده ذاك الوثيقه باش يتلاعب بها كما بغى. المساله المقاهي كاينه هذه العمليه، وفي مكناس كانت بدات واحد العمليه انه تم الاستدعاء ديال اصحاب المقاهي كاملين وتوجه لهم انذار في اطار واحد المعامله انه يعني تشاركيه فيما يخص ان المشكل المدينه كيفاش وصل، على انه كيخص بوحدهم يرجعوا للحدود ديال المسافات المسموح بها واللي اصلا كيمكن يخلصوا عليها. مشات العمليه الان وقفت، مازال ما عرفناش فين غتوصل، ولكن ربما غادي تحرك العمليه من جديد، لان كل شيء الساكنه هذا في المغرب باكمله كل شيء كيقول لك هذا الشيء راه ما بقاش كيتحملوا شي حد، ما بقاش كيتحملوا، حيت هذه الظاهره ولات واحد المنظر شوهات المدينه، شوهات هاد لي كونستركسيون ميم سي سو سون با دور، هاد البناءات اللي كتدار كلها شوهات المدينه. اليوم كناخذ مثلا المدخل الغربي لمدينه مكناس، تقترح على هاد الاخوان المقاهي بانهم غادي يرجعوا لواحد المسافه معينه، ومن بعد غادي يوحدوا ذاك الستار ديالهم اللي غادي يتدار بلون موحد باش يراعيوا حتى الجماليه ديال المدينه، وربما بهذه الطريقه الاستدعاء والجلوس معهم ربما غادي يوصلوا للحل. نشوفوا دفعه اخرى من اراء المشاهدين مع الحسين والزيد. نعم، اذا ردود الفعل متواصله، والمشاهدين كذلك كيتضح مدى تفاعلهم مع هذا الموضوع ديال الاحتلال الملك العمومي، لانه قريب من الحياه اليوميه ديال المواطن. عندنا مجموعه ديال الامثله من مدن مغربيه كبيره، مثلا حفيظ الحسيني من مراكش، السيد رشيد المدني من تامنصورت، اللي كيأكدوا ان مدينه حديثه العهد كمدينه تامنصورت في مراكش اللي خاصها تكون مثال للمدن المغربيه الاخرى نجدها للاسف تحتضن اسواق عشوائيه قرب المسجد اللي كيبقى هو السوق الوحيده للساكنه لاقتناء ضروريات العيش. مجموعه من المشاهدين مقاطعه اليوسفيه بالرباط كيتحدثوا على معاناه الساكنه والتجار بسبب جوطيات وقف الابواب الدكاكين بشارع قندافه، فضلا عن المخلفات ديال الازبال اللي كتاثر على المواطنين وعلى هؤلاء الباعه. لجأوا الى العشوائيه لتجنب كراء المتجر وكذلك لتجنب تسجيلهم بالمصالح الضرائبيه. عبد الرحيم ناطق كينقلنا
في نفس الصورة وفي نفس المشهد تقريبا إلى مدينة قلميم، وكيقول أن بعض الشوارع أصبحت أرصفة مملوءة بالكامل والمارة نجدهم وسط الشارع. أنس جدير هذا طالب من مدينة طنجة اللي كيقول أن المدينة تعيش وضعا لا تحسد عليه نتيجة استفحال ظاهرة احتلال الأرصفة والشوارع بدون سند قانوني من طرف مسيري المقاهي والمطاعم والمحلات، ويدعو إلى ضرورة تجديد المنظومة القانونية المؤطرة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكيقول أن هذه القوانين تعود إلى سنوات الحماية وعلينا تحيينها وتجديد منظومتها القانونية. عبد الله المصدق من البيضاء يقول أنا رجل متقاعد وأجد صعوبة في التجول وأتساءل على المسافة القانونية المسموح بها للراجلين أمثالي على الرصيف في الشوارع العمومية. أنهي بالسيد علي من الرباط اللي كيقول أنه يضطر بعض العاطلين عن العمل إلى اتخاذ هذه الوظيفة ديال الفراشة، حيث أنه لا تحتاج إلى أموال كثيرة لمزاولتها ولا يحتاج صاحبها إلى استئجار محل أو دفع ضرائب أو مصاريف أخرى، حيث أن أغلب البائعين المتجولين غير راضين عن هذه المهنة، ولكن الظروف المادية تضطرهم لمزاولتها، وعلى الضيوف ياخذوا هذه المسألة كذلك بعين الاعتبار. شكرا لك الحسين والمشاهدين الكرام. الى سمحوا الاخوان في الطاقم التقني كان بعض الارقام اللي كتكلم عليها السيد الدجوي، تكلمت عليها كذلك السيده كوثر المستغفر المتعلقه يعني بالقطاع غير المهيكل. كانت ارقام صادره على المندوبيه الساميه للتخطيط سنه 2007، ارقام تشير الى الحجم اللي كيشكلوا هذا القطاع غير المهيكل، لا من ناحيه يعني الحجم الانشطه. مثلا في الرقم الاول يعني عدد المشتغلين في هذه الانشطه هذه فوق 2 مليون السيد الدجي كما قلتي، 2 مليون تقريبا 200,000 في جميع الانشطه في التجاره وغيرها. وكت بالنسبه في 2007 احنا راه في 2007 الارقام الرسميه اللي كاينه ديال المندوبيه الساميه للتخطيط. وكذلك حتى بالنسبه للتكلفه اكيد كاينه التكلفه على المواطن كما قال السي بوغدور، كذلك التكلفه على الاقتصاد الوطني، يعني حجم الضرائب اللي كيضيعوا على كذلك على الدوله، يعني الجبايات اللي ما كتستخلصهاش الدوله لو كان انه قطاع موظف، فهو كذلك يعني رقم كبير وكبير جدا. سي بوغدور كان واحد التساؤل ديال واحد المواطن المتعلق بالمسافه القانونيه اللي عنده فيها الحق في الرصيف، ما عرفتش واش كاين الميثاق الجماعي على هذه المسافه هذه؟ نعم، لان كل جماعه كيكون عندها قرار تنظيمي في شان استغلال الملك العام، وبالتالي غنعطيك النموذج ديال مدينه مكناس، هي دارت يعني اجتهدت حيث انه من خلال هذا القرار التنظيمي كيتستغل يعني غادي نقول الفقره ديالو الفصل السابع، يمنع استغلال الملك العام بالنسبة للأرصفة التي لا يتجاوز عرضها 2 متر، وهذا زعما راه داروا اجتهاد، ما حتى 2 الأمتار ما كافياش. إذا كل جماعة كتجتهد، ولكن راه ما كاينش اللي غادي يهبط على 2 الأمتار، لأن هذاك هو أقل ما يمكن له يعطى لذاك المواطن المسكين. كما قال السيد إنسان كبير، نضيف إلى هذا راه حتى واحد ما عنده الحق يبدل يغير من ملامح الأرصفة. ان بعض الناس كيشيطوا عليهم الفلوس كيدير لك فيها درجه ولا كيطلعوا لا بوردور دو تروتوار كيكون فيها 20 سنتيمتر دو اوتور، راه كتخلي الانسان كيفاش يطلع التروتوار يتحتمي. وكيجيو بعض الناس بعض المقاهي او بعض ما بعض المواطنين بعض السكان كذلك لي ريزيدونس، بعض لي ريزيدونس اللي كيتداروا وكيجتهدوا كيطلع التروتوار ديال كيطلع الرصيف، مما كيعرقل الحركه ديال المرور بالنسبه للراجلين ولا سيما الكبار والصغار. المساله واضحه، المينيموم اقل ما يمكن يعني توفيره لذاك الراجل يعني لو بيتون هو 2 متر. نرجعوا لتجربه الاسواق النموذجيه، وخدينا بعض الامثله هنا من مدينه الدار البيضاء، وكاين تساؤل علاش التجربه ما نجحتش. نتابعوا هذا الروبورتاج من انجاز محمد الخضيري دائما وطاقم الروبورتاج، نتابعوه ثم غادي نطرقوا لمدى فشليه هذه التجربه، خصوصا نتساءلوا على الحلول والمقاربات اللي ممكن انه نعالجوا بها الظاهره، ظاهره احتلال الملك العمومي. السوق النموذجية بليساسفا واحدة من أسواق جاءت لتحل مشكلة احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين. جزء من التجار المستفيدين من السوق أحجموا عن الانتقال إليها. مصطفى واحد ممن رفضوا العمل بالمركب التجاري. كيفاش غنبيعو ونشريو؟ جيب مسير ديال الاقتصاد في العالم وحطوه مع 4 في 2 متر وما غيسير والو. الحل الوحيد هو يلعبوا ضامن. وشوف انت راك كتشوف بعد المكان كيدير، ما لان ما كاينش، ما الناس ما وقفوش ما سهروش على هذا العمل.
السوق النموذجية كان يفترض أن ينهي العمل بهذه السوق الشعبية. يعمل هنا أكثر من 200 تاجر غير منظم يرفضون اتهام السلطات لهم باحتلال الملك العام. يقولون إنهم يقبلون الرحيل لكن بشروط. هذا ملك عمومي، احنا لسنا محتلين للمكان العمومي، وإنما في انتظار الحل اللي قال لنا الرئيس المقاطعة. راه ملف السوق راه في الدراسة. البائعون يرفضون تنظيم سوق ليساسفا. في نظرهم هناك اختلالات في تدبيرها. السوق ليست وحدها المتهمة بهذا، بل مجمل الأسواق النموذجية بالدار البيضاء. بعضها يعمل بشكل محتشم وبعضها الآخر أغلق. الآن هل يمكن الحديث عن فشل تجربة الأسواق النموذجية؟ ما نقولوش فشل، ولكن نقولوا لحد الآن المقاربات التي تقدمت كلها ليست مقاربات يعني اللي بغيت تقول ناجحة. يعني كاين شموليه في المقاربه وشموليه في التصور، وكاين اطراف خاصها تدخل باقا ما تدخلت. يعني بعد نديروا هذا الشيء كل شيء وما يصدقش وما يشدش نقولوا فشلنا، ولكن دابا لحد الان واش دار العمل بعدا باش يفشل. عودة إلى السوق النموذجي ليساسفا. المشاكل هنا بالجملة: احتلال جنبات السوق، التسيب، المحلات المغلقة، وانعدام النظافة عملة رائجة. مشاكل المركب التجاري تنتقل إلى محيطه. والاوساخ والميكروبات والخنازون والناس ديال النظافه كيجيو كينظفوا يوميا، وديما تكاثر ديال الازبال وديال الاوساخ. الخبز كارم وسط السوق وميكات وفينا هي النظافه وفينا والو. وهذا يعني مارشي ديال هنا سوق نموذجي يعهد بتدبيره إلى شركة خاصة. الصدأ الذي يعلو يافطة المركب التجاري وصل إلى داخله. شلل تام ومحلات مغلقة. الشركة تسير 3000 محل مخصصة لتجار القطاع الغير منظم. ثلث المحلات لا يعمل. ما كاينش اقبال في الاسواق النموذجيه، حيت السلطه ما تتعاونش الشركه. السلطه باش غادي تدعم الشركه وتعاونها ودير حملات وداك الشيء ما كاينش، وباش حنا بوحدنا نديروا حمله ما نقدرش نديروا. امتناع التجار عن الرحيل إلى أسواق نموذجية تسيرها إما الجماعات أو الشركات الخاصة يدفعهم لتحمل الكثير من المصاعب. السلطة أحيانا تتدخل في الأسواق الشعبية، والنتيجة غالبا ما تكون إتلاف السلع. جا قال لي ريب، أنا ريبت أنا صبحت بارك ما عنديش من الدين أمي والو. سنتي خمجت شاش وأنا دابا متشرد ما عندي ما ندير والو. حنا يشوفوا لنا بديل ونتحولوا. حنا ماشي غادي باغي نحيدوا البيشان، حنا باغي نحيدوا الطوابل. هما اللي بغاو يحيدوا البيشان، حنا البيشان ماشي هما اللي معرقين مثلا حركه السير. وحنا صبحت هذه النقطه فعلا نقطه سوداء. حنا كباعه حنا الاولين كيطفلوا علينا ناس، كيطفلوا علينا باعه متسولين، كيطفلوا علينا بعد الاطفال منا اللي كيجيو كيتعرضوا. الزبون كيهرب فعلا. كل واحد شويه ديال التقدير ديال الظروف الاجتماعيه ديال الناس. نعم هذا شيء ما نغفلوش. حنا ما عمرنا كنقولوا قال قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. ما غاديش يمكننا حنا يعني نضغطوا على هاد الناس ونطاردوهم في كل مكان حتى يخلوا هذه الحرفه. هادشي ما داروا حتى شي واحد وما قالوا حتى شي واحد، ولكن النظام والتنظيم ضروري ايضا. الآن وبعد أعوام صارت تجربة الأسواق النموذجية مشكلا آخر. التجربة التي يفترض أن تحل إشكالية احتلال الفضاء العام صارت بحد ذاتها عائقا. السؤال المطروح: كيف نعيد الأسواق إلى غايتها الأولى؟ إذا ربما الروبورتاج كيطرح واحد الإشكالية من نوع آخر. يعني هذه مشاريع اللي تصرفت عليها أعتقد يعني ميزانيات وكتحتل يعني أراضي يعني وعاء عقاري مهم، ولكن النتيجة كتبان قدامنا. السي أبو، في نظرك علاش هذه التجارب يعني كانت محدودة في النتائج؟ محدودة في النتائج. أولا كاين عنصر أساسي: عدم إشراك المعنيين بالأمر في الموضوع، وبالتالي يستحيل أن الإدارة تهيئ مشروع بوحدها بدون ما تأخذ الرأي المعنيين بالأمر. وهذا اللي خلق أنه في مجموعة ديال الأسواق تبنات أسواق ما فيها تهوية، تبنات أسواق المحلات التجارية 2 متر على 2 متر ويكونوا فيها 2، بمعنى تخيل 2 تجار في محل واحد عنده ريدو واحد، كيف يمكن لهم يسيروا. كذلك الإجهاض العملية، وهو أن المحلات اللي تتبنى أقل بكثير من الحاجيات اللي مطروحة، وبالتالي تطرح هذه الإشكالية: شكون غادي يستافد من هذا السوق؟ كنلقاو منافسين خارج هذه المنظومة
ديال الباعه المتجولين القارين، وتتلقى في اسواق مثلا على سبيل المثال قطاعات بعيده كل البعد عن القطاع ديال الرصيف، الذهب، في واحد العدد ديال الاسواق، بمعنى انه كيف تم ان هذه المجموعات تستفد في حين ان المعنيين بالامر خارج هذه الاسواق. اذا كاين واحد الموضوع اللي هو ناقص، واعتقد انه نعطي نموذج ناجح في هذا المجال. ماشي كل النماذج فاشله، كاين في عمله ديال مولاي رشيد كان بتنسيق ما بين النقابه الوطنيه للتجار المهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن بتنسيق مع العماله. كان هناك واحد سوق المسيره اللي فيه تقريبا 600 ديال التاجر، تبنى من طرف شركه العمران، استفدوا هاد التجار بقيمه ديال تمليك المحلات التجاريه ب 30,000 درهم. هذا نموذج ناجح. علاش هذه الاراده عند ممثلين السلطات المحليه انها تنهج مثل هذا النموذج هذا اللي يمكن يعطي كاين كذلك موضوع اللي اعتبره مؤسف، كاين غياب ديال المنظمات المهنيه، الغرف المهنيه عن مواكبه الحديث. وهنا انوه بغرفه التجاره والصناعه والخدمات للرباط اللي عقدت دوره استثنائيه خاصه بهذه الظاهره. ومن نتائج ديال هذه الدوره الاستثنائيه اللي انعقدت من اسبوع، اليوم في الصباح كان لقاء في الولايه مع المسؤولين المعنيين حول هذه الظاهره، بمعنى انه حتى هذه المنظمه الغرف المهنيه مفروض انها تدخل، لان هذا جزء من مهمه ديالها في اطار تنظيم القطاعات التجاريه والمهنيه في دائره النفوذ الترابي ديالها. واعتقد منين تكون هذه الجهود غتكون عنصر اساسي الاراده. الا كاينه اراده ديال السلطات المحليه للقضاء على الظاهره او لحل هذه المعضله الاشكاليه غادي تكون. الا ما كانتش اكيد انها ستزيد تفاقما. شوف سي الدجا، علاش فشلت هما التجربه عندهم؟ والتجربه ديال الاسواق النموذجيه تجربه فاشله في المغرب كامل. والتجربه اش غنقول لك، هو المسؤولين دائما كيتعاملوا معاك بشفويه الحوار. العمليه ديال الاسواق النموذجيه وبخصوص السوق ديال البرنوصي، بان قلت لك العمليه كانت عمليه مبهمه كما قال السي ابو، ما اشتركوش فيها الناس المعنيين بالامر. السلطه قلت لك بنات 288 محل، وحنا 450 اللي كنتواجدوا في هذيك الزنقه. الزنقه 39 والجنبات ديال المسجد ديال الطريق، والزنقه 28. حنا اللي بغيت نوضح للناس ونوضح لهم الرؤيه بانهم ما عطاوناش سوق، حنا اللي بنينا، عطاونا غير الارضيه والفار ديال الاش والطوله ديال لا شاربمونت ديال لا كونستركسيون ميتاليك. حنا اللي بنينا الجدران، حنا اللي درنا التشييد ديال النفقات ديال السوق النموذجي من السوق. هما ما عطاوناش سوق، ودايرين في المحاضر ديالهم بانهم هما بناو سوق وعطاونا سوق. حنا قلت لك اودي راه حنا لقينا المشكل، شخصنا المرض فين كاين. المرض كاين في السلطه، السلطه كتعامل معك بشفويه الحوار. كيف يعقل بان السيد العامل السابق برك معانا في ظرف 15 يوم حطينا له طلب المقابله، عيط لينا حنا والمكتب الاقليمي ديال النقابه الوطنيه والتجار والمهنيين، وبحضور المساعدين ديالو وبحضور المكتب الاقليمي حطينا له البروجي، وهو اللي دار هذا المشروع اللي تكلم عليه السي ابو ديال سوق المسيره. وتم الترحيل ديال 1023 بائع، المسيره 1 والمسيره 2 والمسيره 3 في السوق في حي سيدي عثمان. قال لك علاش اللي ما نفعلش هذيك التجربه ديال سيدي عثمان نفعلها في سيدي البرنوسي؟ مرحبا، مدينا ليه يدينا ومد لينا يديه، وقال لك اسيدي غادي نعطيكم 3 البقاع ولكم حريه الاختيار، وغادي نعاونكم بغلاف مالي قدره 100 مليون. واذا به العامل هذا اللي كاين دابا كنشكروه على الاستضافه ديالو اللي ما استضفناش. وباش استضفنا بها ليماج هذه، لانه هادو الصور تم استقدام يوم 3 يناير اللي هو يوم أسود بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للباعة والتجار بحي البرنوصي. تم استقدام مجموعة من البلطجية اللي كنسميهم أنا وكنتحمل المسؤولية ديال هذا، هي عبارة عن شبيحة. تم استقدام أعوان السلطة من مختلف المقاطعات ديال عمالة سيد البرنوصي بزين موحد، جيليات كاتبين عليهم عمالة مقاطعة البرنوصي وبهراوات موحدة، وتم مارسوا علينا جميع انواع التعذيب والتعنيف، وتم الاعتقال ديالنا ومشينا للدوائر الامنيه دون تحرير محاضر او توجيه تهم. واش هذاك السيد مول كيبي كيخلص على الناس ديال الجماعه المسائل ديال كيبي وكتجي السلطه دون سابق انذار وكتريب له المحل فوق راسه؟ قلت لك ما تعرضنا له، وكنشكروا السيد العامل على هذا الكادو ملي جا
لانه جاء مع واحد الرجل ميداني اللي هو رئيس قسم الشؤون العامه، وحنا راه رافعين واحد المظلمه للسيد وزير الحريات العدل والحريات ووزير الداخليه لفتح تحقيق من هو المسؤول، من هو لو ريسبونسابل نيميرو على هذيك الشبيحه اللي مارست علينا التعذيب والتنكيل الزنقه 39 28. نرجع للقضيه ديال الاسواق النموذجيه ونشوف السي بوغدور تا هو وجهه نظره علاش يعني النتائج ديالها كانت محدوده ونقول فاشله. نقول فاشله. اولا العديد من اللي استفدوا من الاسواق النموذجيه باعوا المحلات ورجعوا للرصيف، ماشي لانه تلك الاسواق يعني بالنسبه لهم ما كتعطيهمش الربح ولا لا، بالعكس، انما لقاو بانه الرصيف مربح اكثر. هذه باش. ثانيا لابد ان نذكر بان تجربه الاسواق النموذجيه ما تصلح ليناش، غادي نقول شبه فاشله، ما صلح ليناش. اليوم كيخص التفكير في انشاء اسواق اسبوعيه. الا حنا كناخذوا دائما من اوروبا بعض النماذج وبعض القوانين، ولا سيما مدونه السير وما ادراك ما مدونه السير، وما كنحاولوش نشوفوا شنو هي المسائل الاخرى اللي كتدار في اوروبا. في اوروبا كلها كنعرفوا فيها اسواق اسبوعيه. ايطاليا راه كتعرف شحال فيها ديال الباع المتجولين، اسواق اسبوعيه، بحيث انه حنا كنعرفوا من القدام بانه كل مدينه معروفه باسواقها، سوق الحد، سوق الاثنين، سوق الثلاث. يعني هذه مساله تقليد معروف عندنا في المغرب. اليوم كتوجب باش تكون واحد استراتيجيه جديده، بحيث انه انشاء اسواق اسبوعيه غادي تفك واحد المشكل كبير نتاع الباعة المتجولون. اولا ما كتطلبش واحد اعتمادات ماليه مهمه، لان كما كتعرف المساحات التي توضع رهن اشاره هؤلاء الباعة المتجولين في اطار كما قلت اسواق اسبوعيه، واحد الوقت معين كيتم التنظيف ديالها الى غير ذلك كما كاين في اوروبا كما قلت. وثانيا لا بروسيدور، الاجراءات سهله. اما فيما يخص التجربه ديال الاسواق النموذجيه بينات بانها فاشله وراه ما غاديش تنجح كيفما كان الامر، لانه الا كانوا الباعة المتجولين كيقلبوا على اماكن في السونتر فيل في وسط المدينه باش يتدار فيها، ما بقاوش الاراضي في وسط المدينه، اذا ما غيكون الا على هامش المدينه. اذا الحل هو اسواق اسبوعيه، ولكن خص البائعين المتجولين يعرفوا واحد المساله وكذلك المسؤولين. اليوم الا حتى ترسخات لينا عندنا هذه الثقافه نتاع نمشي لسوق اسبوعي، راه بحال المواطنين اللي كيمشيو لي كروند سيرفاس الاسواق المنتزه، حتى ذاك المواطن غيهز السياره ديالو غيمشي للسوق الحد ولا سوق الاثنين، وغادي يمشي لذوك الباعة المتجولين اللي ولاو في واحد اطار منظم وهيكل، وغيمشي يتقضى عندهم. اذا راه غير خصنا واحد الثقافه ديال هذا الشيء اللي جا فرش اللي جا كذا، خصنا شي نغيروا منها والامور غتمشي بخير. هذيك اللي تكلمتي على اللي تكلم على السيد عماره الوزير ديال الصناعه والخدمات اللي في الحكومه حاليا، قال لك هو عباره عن 3 نماذج اسواق مركبه اللي تكلمتي عليها الاخ ديال تكون ريجيونال جهويه. هذيك في الديار الاوروبيه راه كاينين المتراج شويه متسع، اما هنا الزحف العمراني ديال العراق راك شتي المساحات ولا ضيقه. قال لك اودي كاين نموذج ثاني اللي هو اسواق تشاركيه، وهذاك هو الطرح اللي غاديين فيه حنايا دابا، اللي باغي نسينوه ب 1 مليار، كنعاود ناكد عليه. الباعة المتجولين والسيد البرنوسي باغي يسابوا ب 1 مليار سنتيم. وكاينه الطرح الثالث اللي هو تجاره الرصيف بالكي تشارج. حنا لما كانت سيدي الاراضي متوفره داخل المدار الحضاري ينظمونا في بلايصنا ونحترموا خوتنا التجار ونحترمونا حنا، وتجي السلطه هي تنظمنا في الاماكن ديالنا، وتجيب واحد الانجينيور ديطا ولا ارشيتيك ولا كذا ولا حداد اللي كيدير الحداده والمطاله، ويدير واحد البلان داكسيون، واحد الخريطه الطريق في هذاك السوق، ويصوب لنا واحد الطابله ديال 2 متر 50 على 2 متر 50 وبالكيبي وبالكي تشارج، وناديو المستحقات ديال الدوله. علاش دابا 2 متر 50 قابلها هنا وما قابلهاش في المحل؟ بحالاش؟ لان قلتي من الاشكاليات اللي كاينه في الاسواق النموذجيه انه محل فيه 2 متر 50 على 2 متر 50. اي ولكن انا تقابلها في الطبله. اي ولكن انا قلت لك دابا سير تبيع، قلت لك سير حدا البحر وبيع. الاسواق النموذجيه راه ما كانش خاضعه لواحد المساطير اللي كتوازي الطموح ديال البائع المتجول. راه داونا جيت لوطوروت، شكون هاد السيده اللي غتجي تشري من عندك ملابس داخليه حدا لوطوروت؟ شكون؟ وانت عارف الاجرام اللي ولا دابا ديال السيوف، شكون؟ ما كاينش. وهاد الناس هادو اللي بغينا نعرفوا من هاد السلطات في عملة البرنوسي، بغينا نعرفوا المفهوم الجديد ديال السلطه. اين هي سياسه القرب، سياسه الحكامه الجديده، سياسه الانفتاح، سياسه الحوار اللي نادى بها جلاله الملك. حنا مادين يدينا الحوار للسلطه، والسلطه كتهرب وكتملص وكتواجهنا باش باللغه ديال الهراوه. نشوف كوثر المستغفر وجهه نظرك في هذه القضيه ديال الاسواق النموذجيه، وعلاش كانت النتائج ديالها محدوده؟ اولا بالنسبه للاسواق النموذجيه هي اول خطوه
في التنظيم ديال الباعة المتجولين، ولكن هذه الخطوه هذه كان فيها عيوب. من العيوب هي ما كاينش تنسيق ما بين السلطات العموميه المنتخبين، وايضا ما بين الشركات الخاصه، مثلا كيف ما شفنا في الروبورتاج اللي ممكن انها تسير هذه الفضاءات. ما كاينش تنسيق بيناتهم. ثاني حاجه ما كاين الفضاءات اللي تختاروا هي فضاءات كما قال الاخ بعيده، جات بعيده لدرجه ان الناس هاد الباعة المتجولين ما كيقدروش يمشيو بها، فما كايناش واحد جاذبيه بالنسبه للباعة، بالنسبه للمشترين والمستهلك. ولات خوات، ولات مرتع ديال المتشردين وديال الناس اللي خارجين على القانون. زيد على ذلك هو كاين تعقيد ديال الاجراءات والمساطر، على في الناحيه ديال التاجير ديال المحلات او البيع ديالهم، ومن ناحيه واحده اخرى عاوتاني حتى الجانب الشكلي والجمالي ما كاينش. يعني كما نقدروا نقولوا بانهم بدين بحال شي زنازين صغارين وما فيهم لا تهويه لا والو، وغادي يجلس فيهم هو يعني يلا قادو باش يتحرك هذاك البائع وجات بقنته. دونك يعني ما كاينش لا طابع لا شكلي جمالي ولا شي حاجه اللي كتخلي هذاك البائع المتجول يقدر يجلس في ذاك الاسواق. ولكن هادشي كله بطبيعه الحال بلا ما نساو دخلات شويه ديال الفساد، لان كاين الوساطه وكاينه محسوبيه، يعني كاين الرشوه في توزيع هذوك الوحدات. هادشي كله كيخلينا نقولوا بان ما كايناش او كاين غياب واحد الاستراتيجيه اللي هي واضحه او خطه ديال العمل اللي باين كيف غتنفذ، شنو هما الوسائل باش غتنفذ، شنو هما الميكانيزمات باش غادي تقيم. يعني كنديروا حلول غير باش ترقيعيه باش نكالميو شويه الحراك ولا الصداع اللي كاين. ما كاينش حلول اللي هي جذريه، وبالتالي ما كاينش مقاربه شموليه. اللي كتعتمد على حلول اللي غتستقبل من المصادر او لا باش تحل المشكل من جذوره، وكتخلي هذا البائع المتجول ما بين النارين، ما بين انه باغي يتنظم ولكن ما عارفش كيفاش وما عارف ما كاينش اللي يطلع. غير بغيت نطرح جوج نماذج. كاين نموذج في الدار البيضاء شارع بغداد، هذا سوق مبني وما مفتوحش، مع انه التجار اداو واجبات ديالهم لحد الان ما معروفش علاش ما مفتوح. كاين سوق في العكاري في الرباط، بناتو البلديه مجلس بلدي ما قبل الحالي اللي تجار الخضار فارغ تيفضلوا يخرجوا للشارع، والسوق على بعد 3-4 متر منهم. ما كاينش هذه القضيه ديال البعد، ما كاينش بعد 3-4 متر، يعني في نفس ما كاينش هذه القضيه ديال سي بوكدور انه كاين بعض التجار اللي كيبيعوا المحلات وكيرجعوا للرصيف. لا ربما تكون في محلات اللي جول بحال اللي شفنا في الروبورتاج 90-80% ديال المحلات مسدوده، اكيد انه يفضل يبيع. معليش هادشي كتوقع في البث المباشر كيوقع هادشي، انه يفضل يخرج ويبيع في الشارع. لكن الحمايه اذا كانت اظن هذه الظاهره ما غاديش تكون، ولو ان النشاط التجاري كان ناجح في السوق اعتقد انه غادي يكون اقبال اكثر، وغادي تطلع القيمه ديال راس مال ديال المحلات التجاريه، وغادي تولي عندها قيمه مضافه، وغادي تولي الزبون تلتجئ ليه. هذه المسائل كلها ما كاينش تشجيع من السلطات انها الوقت اللي تبذر المال العام في بناء سوق معين والسلطات المحليه ما تحترمش انها تشارك معنيين تشارك الغرف المهنيه في دراسه الموضوع في كل المشاكل والخلفيات، وبالتالي في الجرد والاحصاء ديال الشريحه المستفيده، اكيد في الاخير ما غاديش يكون ناجح. اللي بغيت نعرف هو واحد لو رابور اكد فيه السيد شاكي بن موسى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، واللي السي ابوه راه عضو فيه، اللي هو كيدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بضروره العمل على توفير السلم الاجتماعي. لا يعقل بان عامل وافق لك على مشروع وعامل هذا ساد عليه الحوار وما باغي يستقبل حتى شي واحد لمده سنه، واش ما كايناش استمراريه المرفق العام؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا. واش هذا العامل كيعتبرنا نحن اجانب او غرباء على هذا البلد؟ سيدي لما كانش باغي يستقبلنا يقولها لنا. حنا سيدي ما بقيناش باغيين نحتلوا الملك العام، حنا ناس وعندنا التاطير. رجع كما قالت الاستاذه الجانب التنظيمي، حنا عندنا اطارات نقابيه،
عندنا النقابه الوطنيه للتجار المهنيين، عندنا الصفه، عندنا البارابلوي، وكاين اتحاد ديمقراطي للتجار الحرفيين. حنا مع التنظيم، مع جماليه الحي، مع نظافه المدينه. واللي ترى الانتباه ديالي الاخ ديال مكناس هو ملي قلتي استدعاء اصحاب المقاهي، استدعاء اصحاب المقاهي من طرف الناس العامله وتحاوروا معاهم. وسيدي الناس في البرنوسي وفي المحمديه، داكشي اللي دارت العامله ديال المحمديه راه استهتار بالمفهوم الجديد ديال السلطه، راه ما استدعوهمش، راه تم الاستقبال ديالهم بالقمع وبالجرافات الديويش. ما كانش انذار ديالهم، ما كانش دون سابق انذار، دون سابق انذار. جاو تهجموا علينا، قلت لك راه جابوا بلطاجيه بهروات موحده وبزي موحد وتم الاعتقال ديالنا. علاش؟ لان الناس كنقلبوا على الطرف ديال الخبز في اطار السلم. اون بليس راه حنا نقابه في واحد الشريع، راه حنا موفرين واحد 3 المناصب ديال الشغل، كنجيبوا ناس كينظفوا الاماكن ديالنا 2 دراهم للطابله. هذاك الانسان راه كيدي 150 درهم في النهار هو وصاحبه. اذا حنا لقينا الحل والظاهره المعضله راه ماشي من اختصاصنا حنا اللي نفكوا المشكل، اختصاص السلطه. السلطه تتملص وتتهرب. مع الاسف السلطه ما بغاتش تحضر معنا هنا باش تجاوب على هذا الشيء كله. تفضل حسين وزيك، اخر دفعه من اراء المشاهدين. نعم، اذا الاراء والمساهمات ديال المشاهدين مستمره، ومنهم كذلك اللي كيقدم حلول واقتراحات لمعالجه هذه الظاهره وعلى الاقل حد من انتشارها. السيد محمد اللبي من مدينه تونات كيقدم نفسه انه باحث في قانون المنازعات العموميه، كيأكد على ضروره تحيين النصوص القانونيه لان الاطار القانوني المنظم للملك العمومي يرجع الى سنه 1914، يعني دازت عليه قرن من الزمن تقريبا. كيقترح كذلك تضمين تدابير زجريه ووقائيه ووضع قوانين جديده كتلك المتعلقه بالاضرار بالجانب البيئي وبالجانب العمراني وجماليه المدن. السيد عبد الله الرتيمي يقول يجب استرجاع الملك العمومي اللي استولت عليه المقاهي والمحلات الكبرى، اما الباعة بالارصفه فعلينا مساعدتهم لايجاد حلول ولايجاد فرص للشغل. لطيف حسي من اقليم خنيفره، وعلى لسان مجموعه ديال المواطنين كيتحدثوا على التمدن والكثافه السكانيه داخل المدن ما يستوجب تنميه العالم القروي كأحد المداخل لعلاج هذا الظواهر. السيد يوسف هذا أستاذ من مدينة أورير كيتحدث على مسؤولية القياد والمقدمين اللي بعضهم كيتلقى رشاوي مقابل غض الطرف عن بعض الممارسات، وبالتالي على المسؤولين إيجاد حلول حقيقية كأسواق تشاركية ونموذجية. السيد حمزة الشرقي من سلا كيقول أن على الدولة أن تنشئ أسواق نموذجية في مواقع استراتيجية قريبة من التجمعات السكانية، وعلى المواطنين كذلك يتحملوا مسؤوليتهم لأن منهم اللي كيشجع على انتشار هذه الظاهرة. ننهي مع السيد عبد القادر هذا مغربي من باريس اللي كيقول أنه تعودنا في المغرب أن نتغاضى على المشاكل التي تكون صغيرة في بدايتها إلى أن تصبح مستعصية، ونأخذ عقود من الزمن لإيجاد حلول لها. فبعد حلم مدن بدون صفيح يبدو أنه علينا الآن أن نحلم بمدن بدون أسواق عشوائية. عامل عملة مقاطعة السيد البرنوسي السيمانة هذه الأخرى احتفل بآخر براكة في دوار السكويلة. علاش ما يبركش معنا ويمد لنا يدو ونتحاوروا نحطوا الأرضية ديال النقاش ويفك معنا المشكل ويحتفل حتى هو بآخر فراشة في الصحي البرنوسي. هذا كيرجعنا شويه الهدوء الحضور الكريم عفاكم، كيرجعنا لتساؤل كبير وبقات يعني دقائق معدوده. كاين واحد ماشي مفارقه ولكن واحد الاشكال، هو انه كيف يمكن تطبيق القانون تحرير الملك العمومي ولكن في نفس الوقت مع ضمان حق الشغل اللي منصوص عليه يعني في المقتضيات الدستوريه الجديده. كيفاش ممكن مثلا سي بوغدور نتصوروا التوفيق بين هاد العنصرين؟ هذه مساله، وهذا القطاع خصو يتنظم، وبالتالي غادي نكونوا وفقنا بين هاد الامرين. الا تنظم هذا القطاع، حنا اش كنقولوا يتنظم، وحنا شويه حنا كتجي علينا صعيبه باش نتقبلوا ذاك المساله. ملي كتقول شي واحد تنظم كتجينا صعيبه شويه. تنظم هذا النشاط اللي هو غير مهيكل. كما قلت هناك عده طرق من اجل تنظيمه. اولا ما غاديش نجيو مباشره من الشارع، وغادي يكونوا مثلا قد تم انشاء هذه الاسواق كما قلت اللي هي اسبوعيه، ولكن هناك بعض يعني اون بتيت دوز، مرحله بمرحله. اولا يجب تقليص المساحات المحتله، تقليص الزمن، المساحه الزمنيه لكي يستغلوها هاد الناس اللي الذين اصبحوا بعث رصيف او قارين، وبالتالي تدريجيا وعمليه تحسيسيه في انتظار انه يتنظم
هذا. ولا بد ما نذكر بان اول عمليه قامت هنا هي لما كان الاستاذ دريج جطو وزير الداخليه. هنا كنذكر بديك الدوريه المشتركه ما بين وزير الداخليه ووزير التجاره اللي كترتكز على خطوره الاثار السلبيه المترتبه عن ظاهره الباعة المتجولين، وتوضعت تدابير عمليه لمعالجه الظاهره. على الاقل كانت هناك نيه باش تلقى حل مشكل. في 2002 فعلا كاين اجراءات تنظيميه، ومن ضمنها كما قلت لكم دابا هذا القانون التنظيمي اللي كديروا دابا الجماعات هناك. ولا بد ان نذكر على حسب ما قالوا الروبورتاج هنا انه كاين تعديل في الميثاق الجماعي، راه كاين تعديلات في 2009. كاين القانون رقم 1290 المتعلق بالتعمير اللي كيقول لك بانه اقامه بناء على ملك من الاملاك العامه كذا ان السلطه كتدخل المحليه مباشره. كاين مدونه السير اللي ما كنذكروا فيها الا اللي عجبنا. مدونه السير فيها الماده 289 وكتخص المحافظه على الطريق العموميه ما كتقالش. فيها كذلك الماده 296 اللي فيها الاعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومي وملحقاتها اللي كيخص تكون عند الانسان رخصه. المساله ما كتذكرش مدونه السير. اذا ماشي هناك قوانين قدام او ضوابط قدام. بقدر ما كنقولوا اليوم هذا النشاط اللي هو غير مهيكل قابل للتنظيم. كل شيء غياكل الخبز، كل شيء غادي يعيش، غادي تنظم وغتخرج الامور، انما خصها تكون اراده. والدوله هي كتحمل المسؤوليه، هي اللي كتحول بالدرجه، هي اللي كتحمل بالدرجه الاولى المسؤوليه. لانه اشقع هذا الفراشه مشى وحط له الطريق وهناو الدوله من اعباء انه يلقاو لهم واحد الحل، وبالتالي ارتاحت الدوله لانه هناوهم خرجوا للشارع. شكرا سي ابو. غير في اطار الموضوع ديال الاحتلال والمقاهي تذكرت بزاف. كاين جوج نقاط. اولا هذا ما يسمى بالتشييد الخارجي ديال المقاهي واش تم في سبات السلطات المعنيه والمراقبه وكانها ما موجوداش في هذا الكون، وبالتالي اليوم عاد كتجي هذه المسائل كتطرح. وكاين عنصر اللي اساسي اخر وهو ان الجماعات المحليه تستخلص رسوم استغلال هذيك الارصفه اللي تنقولها. اذا كاين هناك نوع من التناقض، انك مسموح بها في وقت معين فوضويه بين قوسين، لكن في نفس الوقت باغي فلوسها. اذا هذه مرجع. ذكرني الاستاذ بالمذكره المشتركه ما بين وزاره الداخليه ووزاره التجاره في 2002 الوقت اللي كان السي مسمودي وزير التجاره وجدته في الداخليه. يعني قصد نفس المواضيع اللي هضرنا عليها، اللي تقول فإن مجموعة من البضائع المعروضة للاستهلاك العمومي تفتقر لأدنى شروط الصحية ولا تستجيب للمعايير المعمول بها. هذا تصريح ماشي ديال أي كان، ديال مصالح وزارة الداخلية. أكيد على وعي ما سبق فإن ظاهرة البيع تضر كثيرا بالقطاع التجاري المنظم بفعل المزاحمة غير المشروعة لتجار هذا القطاع الذين يعانون، بمعنى المعاناة حست بها الجهة القريبة إلى نبض الشارع المهني. وبالتالي هذا التشخيص هذه 2002. احنا اليوم في 2013 ولا زلنا نجتر هذا الموضوع. وهو اللي غادي نقول لك الدستور المغربي اللي صوتوا عليه المغاربه ب 99% كيقول لك التربيه والشغل حق المواطنين سواء. المفهوم الجديد للسلطه يتبنى على احترام القوانين والانظمه وارساء اخلاقيات في المرفق العمومي وتقليص البطاله وخلق فرص الشغل. هاد الناس الا ما كانش عندهم واحد الاستراتيجي باش ينظمونا او يعطيونا محلات ونساهموا يخدمونا، الا ما كانش العمل. انا غادي نذكر الاخوان بواحد واحد الكاتب اللي هو أنطونيو غرامشي اللي كيقول لك إذا كانت الطبقة العاملة تعيش بعقلية بطليموس فإن النخبة أوتوماتيكيا تكون رجعية، وفي هذه الحالة ينتفي الصراع الطبقي ليحل محله حرب المواقع. نحن في المغرب نعيش حرب المواقع، اللي داكشي اللي كنشوفوا في التلفازه، الملاسنات ما بين الرئيس ديال الحكومه والمعارضه، الكلمات اللي ولينا كنشوفوها في التلفازه ديال العفاريت والتماسيح. هاد الناس الا ما قادرينش يسيروا، حنا كباعه متجولون غادي نجمعوا توقيعات من طنجه حتى للقويره ونأسسوا حزب، ولا كانت صناديق الاقتراع شفافه ونزيهه حنا اللي غنفوزوا بالمراتب الاولى وبصناديق الاقتراع وغنسيروا البلاد احسن من هاد الناس. كوطن المستغفر، ما كانش اضافه.
عفوا الحضور، كان شي اضافه كوثر الا كان لك؟ بالنسبه لي انا غنتكلم على المستوى التشريعي كيف ما جا في الروبورتاج. فالمستوى التشريعي كان خصو ضروري تعديل ديال القوانين اللي معمول بها من 1914. واخا كاين شي حويجات اللي في الميثاق، ولكن خص التعديل يكون زعما صارم، لان النظام ديال المنح ديال التراخيص اللي كيكون بعشوائيه وشروط الحصول عليها، وكذلك يعني بزاف ديال الاشياء اللي خصنا نوقفوا عليها، لان ما يمكنش لينا نتكلموا على قانون التوظيف في 1914 من بعد الحمايه اللي حنا مازال تخدموا عليه دابا في 2013 اللي بزاف الاشياء اللي تطورات اللي من ناحيه ديال الملك العمومي، وبالتالي ضروري خصنا وقفه في هذا الشيء، لان عاوتاني البائع عنده حق عاوتاني بزاف ديال الاشياء، لانه انسان بالدرجه الاولى. ما يمكنليش نبقى غير كنحارب فيه ونضرب فيه، هذا خاصني بما اني كنتكلم مثلا على المقاهي هذوك قانونيا، غير هما كاينين تجاوزات لان كاين ضعف ديال التقييم، ضعف ديال المراقبه وديال التتبع من طرف السلطات المعنيه. ولكن بالنسبه للباعة المتجولين هو قطاع غير مهيكل، فهذا بوحدته ظاهره اللي خصنا شكرا كوثر المستغفر، السي ابو، السي بوكدور، السي دجي، اشكركم جميعا. اشكر الجمهور اللي حضر معنا هنا، اشكركم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.